فاز ريال مدريد على أوساسونا بهدف نظيف في أول مباراة للملكي في الموسم الجديد. مباراة كانت متوسطة من ريال مدريد ولم تلقى استحسان معظم جماهير الميرينجي اللي كانت متوقعة أداء مختلف. وكما توقعنا قبل المباراة إن المدرب تشافي ألونسو سيعتمد على نفس الأسماء اللي شاركت بصورة أساسية في كأس العالم للأندية مع بعض التغييرات، بمشاركة ميليتاو بصورة أساسية في قلب الدفاع وكاريرس مكان جارسيا كطرف يسار اللي قدر يقدم مباراة ممتازة. ودي طبعا أول مباراة رسمية للاعب مع ريال مدريد، وكذلك شهدت التشكيلة الأساسية مشاركة إبراهيم دياز كجناح أيسر، وأعتقد إنه الخانة دي حتكون محجوزة مستقبلا للوافد الجديد فرانكو ماستانتانو. الريال قدر يسيطر على الشوط الأول ولكن بصورة سلبية، وما كان في أي خطورة تذكر على مرمى أوساسونا، وشفنا تقارب خطوط الريال وتقدم المدافعين إلى وسط الملعب في محاولة للمشاركة في العملية الهجومية للريال عن طريق التسديد من خارج المنطقة من قبل ميليتاو وهويسون. الريال في الشوط الأول سدد أكثر من مرة على مرمى الخصم، ولكن مع صفر فرصة خطيرة للتسجيل، ولم تكن لأطراف الريال مساهمة كبيرة في الهجوم، خصوصا أرنولد اللي قدم مستوى متوسط. واكيد جمهور الريال منتظر عرضياته وكراته الطويله الدقيقه اللي كان بيقدمها مع ليفربول. في الشوط الثاني الامر لم يختلف كثيرا عن الشوط الاول، اللهم شفنا شويه ظهور لهجوم اساسونا في اكثر من مره، ولكن في المباريات المقلقه دائما ما تلعب المهاره في حسم نتيجه المباراه. وفعلا من مجهود فردي قدر امبابي ياخذ ركله جزاء وسجل منها هدف المباراه الوحيد اللي اعطى ريال مدريد اول 3 نقاط في الدوري. وشهدت المباراه عوده كابتن الريال كارفاخال بعد الاصابه اللي حرمت اللاعب من المشاركه لفتره زمنيه طويله، وكذلك شفنا الظهور الرسمي الاول للارجنتيني فرانكو ماستانتانو اللي قدم لمحات ايجابيه. فيني لم يظهر بالشكل اللي كان متوقع، أداء اللاعب كان عادي جدا ولم يشكل خطورة كبيرة على مرمى الخصم. وعلى العكس تماما إمبابي نجم المباراة قدم ماتش كبير بتحركاته على الجناح الأيمن، وكان كثيرا ما ينزل لوسط الملعب للمشاركة في بناء اللعب، وقدر يتحصل على ركلة جزاء وسجلها، واستحق أن يكون الأفضل في المباراة. 3 نقاط غالية وثمينة للريال، ولكن ألونسو ينتظره عمل كبير جدا في الفترة المقبلة، خصوصا في كيفية التعامل مع التكتلات الدفاعية. أنا زاهر زكريا، وفي الختام أحلى سلام.